مريت بأزمة وجريت على شخصين، حد احتواني طبطب عليا وسمعني، والتاني سألني في التليفون عاملة ايه. سمعت في صوته نبرة زعل بس ما حسيتش بجد انه جنبي. هو في الحالتين مفيش حاجة ممكن تغير الواقع اللي حصل، لكن رد فعل الشخصين هو خطين مختلفين تماماً، وتأثيرهم عليا كمان كان مختلف. في فرق كبير ما بين sympathy و empathy. في القاموس هما الاتنين بيحملوا نفس المعنى، التعاطف، لكن على الأرض في فرق ما بين إنك تتعاطف مع حد وإنك تحس ناحيته بشفقة. empathy هو إن احنا نحس بمشاعر اللي قدامنا، وده بيكون يا إما لأننا مرينا بموقف شبهه فبنستحضر كل الأحاسيس اللي عدينا بيها في الموقف ده، وساعتها بنسمعه بقلبنا وبندخل معاه في التجربة اللي بيمر بيها. أما sympathy أو الشفقة هي إن احنا فعلا بنحس بالزعل على الشخص اللي قدامنا، ولكن مش متعاطفين معاه، مش داخلين جوه دايرته أو تجربته. المشكلة إن السيمباثي أو الشفقة بتحسس اللي قدامنا بالوجع أكتر، وبتخليه يحس إنه صغير وإن إحنا حاسين عليه بالشفقة لأنه في أزمة. أما التعاطف أو الامباثي فبتكون المشاعر ما بين الشخصين حقيقية، الاتنين بيحسوا بنفس الوجع. إحنا ممكن في أوقات كمان نعيط مع بعض على نفس الموقف، وممكن تستغرب هو إيه اللي يخلي اللي قدامي يعيط على موقف أنا بمر بيه، لأنه فعلا في الحالة دي بيكون حقيقي حاسس إحساسك، مش بس سمعك بودنه مش بقلبه. بشكل مبسط تماما، أنت في حفرة وقعت فيها وعدوا اتنين، واحد نزل معاك في الحفرة قعد معاك حس باللي انت حاسس بيه، والتاني باصص عليك من فوق بيقولك معلش هتطلع في يوم من الأيام. ده الفرق ما بين السيمباثي والامباثي. أي نعم هما ممكن يكونوا الاتنين بنفس المعنى في القاموس، لكن تأثيرهم علينا وانطباعاتهم جوانا وإحساسنا بعد ما بنحكي لأصحابنا بيكون مختلف تماما. دور على اللي هيتعاطف معاك مش هيحس بالشفقة عليك. أشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.